السلام عليكم. قصتنا اليوم من المغرب. قصة شاب سميتو إبراهيم الحسني. شاب ما تولدش وفمو معلقة من ذهب، بالعكس تولد وسط حياة قاسية. باه تخلى عليه وهو صغير، والولد عاش مع امه، تربى في دار جدو في ظروف مادية صعيبة. عانات الأم ديالو وكافحات بزاف باش تقدر تعيشو وتكبرو. وكبر إبراهيم ودخل للدرك الملكي، وولا واحد من عناصر القوات المسلحة الملكية. إبراهيم كان شاب قوي البنية، طول بعرض، كان فعلا اللي كيشوفو كيخاف منه. ما علينا، ما نطولش عليكم الهضرة. إبراهيم كان من أحسن العناصر الأمنية اللي في القوات المسلحة، محترف بطريقة ماشي طبيعية، والقوة الجسمانية ديالو مساعده بزاف باش يتفوق. ما كاينش دورة تدريبية ما دخلهاش، القفز من الهليكوبتر، من الطيارة، السباحة، التسلق، الاقتحام. ما شاء الله كان متفوق في كل شيء. مشات ايام وجات ايام وتزوج ابراهيم، ورزقو الله 3 ديال الاولاد. ولكن رغم النجاح ديالو في الخدمة وفي الحياة، إلا أنه كانت عنده مشكلة وحدة معكرة ليه حياته كاملة، كتخليه يعاني. كان عنده زوجة سليطة اللسان ماضي والدرع قاضي. أول ما كيرجع من الخدمة كتستقبلو بالنقير والغوات والصداع، وهو أصلا على سبة. كان شخص عصبي بزاف وعنيف، هي تنقر من هنا وهو يضربها من هنا. كل مرة كتغوت عليه كيشدها كيضربها، وتمشي تغضب وتشكي ويرجعوا مرة أخرى، وكتعاود نفس الشيء وكيضربها عاوتاني وترجع تغضب، وهكا غادية حياتهم. حتى لواحد النهار قالت ليه أنا بغيت الطلاق. وفعلا رفعت عليه قضية في المحكمة، وحكم عليها القاضي بالمتعة والنفقة. إبراهيم زاد التقهر وزادتو مشاكل فوق المشاكل ديالو. عيا وهو كيحاول فيها ويسايس معاها. رجعي الله يهديك، خلي الأمور تهدى وخلي الماء فين يدوز بيناتنا. وهي والو، اللي في راسها وعنيدة. وقالت ليه لا، أنا ما بقيت باغا نشوف وجهك، غير خلص النفقة وسير في حالك. هو قال لها والله ما نخلص لك شي نفقة، وديري اللي بغيتي. المهم تراكمت عليه النفقة، عام، عامين، 3، حتى لواحد النهار مرتو مشات عند رجال الأمن وقدمت طلب إلقاء القبض على إبراهيم بتهمة التهرب من دفع النفقة. وبالفعل شدوه، حكم عليه القاضي بالسجن من بعد ما رفض يدفع النفقة. إبراهيم انهار. أنا فلان الجدرمي اللي كنت كنطبق القانون ونشد المجرمين، واللي الناس كلها كتعرفني، نتحكم بالسجن. المهم دخل الحبس وبنفسية منهارة. وكيف سبق وقلت لكم، إبراهيم كان إنسان سريع الغضب وشخصية عنيفة. بدا كيتضارب مع رجال الأمن وحتى المساجين، بحال داكشي اللي كيوقع في الأفلام اللي كتوري السجين كيفاش كيحاول يفرض راسو باش ما يعتدي عليه حتى شي واحد. هادشي راه فعلا كاين في الواقع، وهادشي اللي وقع مع إبراهيم. أول نهار دخل السجن، جسم وطول وقوة. العصابات اللي داخل السجن كيركزوا على أي سجين جديد باش يفرضوا سلطتهم عليه، إما يخدم عندهم ولا يعطيهم فلوس ولا يديروا فيه اللي بغاو. ولكن إبراهيم فاهم اللعبة. جا عنده هذاك اللي كان حاكمها تما وبغى يحقر عليه، خصوصا أنهم كانوا عارفينه جدارمي. إبراهيم قال هذه هي الفرصة ديالي نبين ليهم أنني ماشي ساهل. وفعلا ذاك النهار دار لهم موسم في الحبس، شي حاجة عمرهم ما شافوها من قبل. حرفيا هرس الحبس واللي فيه، تدخلوا حراس السجن وحتى هما ضربهم، ما قدر حتى واحد يسيطر عليه. إبراهيم دوز في السجن تقريبا 7 شهور، ومن بعد خرجوه بعد ما داروا معاه تعهد باش يبقى يخلص النفقة. ولكن بعد هاد السجن جراو عليه من الخدمة ورجع عاطل عن العمل، تدمر نفسيا ولا من أصحاب السوابق. وكل شيء بسبب شكون؟ بسبب مراته اللي رجعت طليقته واللي أصرت على النفقة. إبراهيم قرر ينتقم، وأول ما خرج مشى لدارها وشدها عند الباب وخنقها، زير عليها بيدو حتى رجعت زرقاء وطاحت جثة هامدة. خلاها عند الباب وهرب، وشدوه مرة أخرى وتقدم للمحاكمة وحكموا عليه بالمؤبد ورجع للسجن.
والقصة يلا غادي تبدا، والأحداث عاد ما غادي تزيد تتطور. إبراهيم رجع للسجن، ولكن ما دازت شهرين حتى قدر يهرب من السجن ديال قنيطرة. رجع كلشي كيهضر غير عليه، رجل محكوم بالمؤبد، قاتل طليقته وهارب. المهم قدر يهرب وبدا كيتنقل من منطقة لمنطقة، وعاش مدة وهو هارب. واحد النهار جالس وهي طيح عليه واحد الفكرة، بغى يحرق ويمشي لأوروبا. إبراهيم بدا كيقلب على شي حد يعاونو باش يحرق، وبالفعل لقى جوج ديال الناس وقالوا ليه حنا نقدروا نشوفوا لك طريقة باش نوصلوك لأوروبا، وحتى منين توصل نرتبوا لك أمورك تما كلها، نلقاو لك خدمة، نقلبوا لك فين تسكن، كلشي علينا. قال لهم شحال غادي ديروا هاد الخدمة هادي؟ طلبوا ليه 7 ديال المليون، ووافق ومشى عند مو وقال لها انا ما بقى ليا قاعد في هاد البلاد، البوليس كيقلبوا عليا وانا خاصني نهرب وباغي 7 المليون. قالت ليه مو منين يجيب لك 7 المليون ولدي؟ قال لها امي غير شوفوا ليا شي طريقه. الام مسكينه كانت باغا تعاون ولدها وباغا يشد الطريق ويبعد على المشاكل اللي كيدير. ناضت باعت دارها وعطات ليه 7 المليون وقالت ليه سير الله يسهل عليك. ابراهيم شد الفلوس وعطاهم لهادوك الجوج اللي غادي يعاونوه باش يحرق، وبقى كيتسنى النهار اللي غادي يعلموه فيه بموعد الحريق، وبقى كيتسنى سيمانه، جوج، 3، شهر، ما كاين لا حس لا خبر. مشى كيقلب عليهم ويسول الناس، قالوا ليه خويا فين طحتي؟ هادوك راه غير نصابه، ماشي ديال الحريق ولا والو، هادوك خدامين غير بالنصب والاحتيال على عباد الله، وانت ماشي اول واحد. في هاد اللحظه فيقول الوحش اللي بالداخل ديالو. ابراهيم قال لا لا، هاد النصابه لعبوا معايا وما عارفينش مع من كيلعبوا، هادو لعبوا بعمرهم وغادي نوريهم مع من طاحوا، اذا كانوا تحت الارض نجبدهم. وبقى ابراهيم شغلو الشاغل يقلب على هاد الجوج اللي نصبوا عليه، وبقى هكا شي شهر تقريبا وهو كيقلب عليهم حتى لقى واحد فيهم. ابراهيم ما غاديش يقتلو بشي سلاح، لا، شدو بقى كيضرب فيه، يضرب يضرب حتى الملامح ديال وجهه ما بقاوش كيبانو. وفعلا هذاك الراجل مات بين يديه من كثرة الضرب، خلاه في الزنقة وهرب. جاو الناس لقاوه طايح، بلغوا على الواقعة واتصلوا بالبوليس، ومن بعد الأبحاث قدروا يوصلوا ليه وتشد إبراهيم مرة أخرى. ومنين تحاكم للمرة الثانية حكموا عليه بالإعدام، المرة الأولى المؤبد على قتل طليقته، والإعدام على قتل هذا الراجل اللي نصب عليه. ولكن شنو دار إبراهيم أثناء المحاكمة الثانية؟ الراجل كحالة الدنيا في عينيه، الفلوس مشات، الدار اللي كانت ساترة الأم ديالو تباعت، متهم بقتل طليقته، محكوم بالمؤبد، وزادو حكم بالإعدام. صافي وصل الآخر ديالو، وقف إبراهيم في المحكمة، هرس المينوط اللي في يديه، وشد الحارس اللي كان مكلف بحراسته في المحكمة وبدا كيضرب فيه بواحد الكرسي تما وبالمينوط اللي كان في يديه حتى مات الراجل. حاولوا رجال الأمن يشدوه وضرب الحارس الأمن الثاني، ولكن قدر يفلت من بين يديه بأعجوبة، ولكن خرج بجروح خطيرة وبالسيف باش قدروا يسيطروا عليه. رجعوه لسجن القنيطرة. منين دخل للسجن مرة أخرى عيط ليه واحد من الحراس للمكتب ديالو باش يهضر معاه ويقول له ما يديرش المشاكل هنا ويبعد على صداع إذا باغي يدوز العقوبة ديالو هاني. ولكن إبراهيم باينة تنرفز من كلامه أو أن كلام الحارس كان مستفز، وشد الحارس وذبحو داخل المكتب ديالو، وترونت الدنيا مرة أخرى. جاو الحراس ووقع اشتباك معاهم وخلى 7 منهم مجروحين بجروح خطيرة، وزاد شد واحد من الحراس رهينة. بقاو 3 ساعات وهما كيتفاوضوا معاه حتى جا نائب وكيل الملك العام بنفسه. قال ليه إبراهيم خلي الحارس شنو بغيتي منه؟ قال لهم إذا قرب شي واحد مني والله حتى نقطع ليه راسه. سولو شنو باغي؟ قال لهم انتوما كتحقروا عليا وانتوما. قال ليه نائب الوكيل الملك صافي اللي بغيتي غادي نديروها لك، وغادي نحولوك من هذا السجن ونديوك لسجن اخر، غير فك الحارس. ابراهيم فكر، اصلا متهم بالقتل الثالث وحكم بالاعدام الثاني، يعني 2 اعدامات ومؤبد، ما بقات عنده حتى حاجه يخسرها.
وقدروا يتفاوضوا معاه، وفعلا طلق ديك الراهنه وداوه لسجن اخر. وولات اموره مزيانه بتوصيات من المسؤولين، حيت في المغرب الاعدام عندنا موقوف التنفيذ وما يقدروا يديروا ليه والو، فمن الافضل يتجنبوا شره. وصاو عليه في السجن الجديد وقالوا لهم هذا راه قنبله موقوته، ردوا بالكم منه وما يتعرض ليه حتى شي واحد، خليوه على خاطره واتقوا شره. حتى ولا ابراهيم حاطط بيضه في الغرفه ديالو كيبيع فيها السكر الزيت الكارو اي حاجه، كيدخل الفلوس باش يعيش تما مرتاح. شافوه استقر قالوا خليو هذا حتى ياخذ الله امانته ونتهناو منه، هذا راه ماشي بشر، هذا وحش. وبقى ابراهيم في السجن بلا مشاكل حتى ل 2009، تقريبا 6 سنين هو مستقر، مدوزها بيع وشراء ومسيطر على الحبس والمحابسيه، وحتى الحراس كانوا كيخافوا منه. حتى النهار اللي غادي يبدلوا فيه مدير السجن. المدير الجديد هو اصلا مدير سجن قنيطره اللي سبق وهرب منه ابراهيم من قبل. الراجل كان حاقد عليه مزيان، منين جا شاف ابراهيم مرجع الغرفه ديالو حانوت وعرف باللي المدير اللي قبل كان مخليه داير اللي بغا، قال للحراس صادروا ليه كل شيء وخليوه بحالو بحال جميع المساجين. وجاو الحراس وشدوا السلعه ديال ابراهيم وحيدوها ليه. ابراهيم تقلق وهرس داك الشيء، وهما غير خايفين منه كيسايسوه، وقالوا ليه هادي راه اوامر المدير الجديد. منين عرف ابراهيم باللي هذا هو المدير القديم قال هذا اكيد حاقد عليا وكيدير ليا هكذا بالعاني. وابراهيم حلفها فيه. واحد النهار طلب يشوف المدير، ولكن في الحقيقه كان ناوي ليه على نيه، لانه كان خدا ليه السلعه ديالو وبدا كيحقر عليه، وبداو التحرشات والمضايقات من نهار مشى المدير القديم وجا هذا. وفعلا وافقوا ليه على مقابله المدير وسجلوا ليه موعد معاه. ومنين جا غادي يدخل عند المدير السجن فتشو واحد الحارس، وهو كيقلبو لقى عنده واحد الحديده باردها مزيان مرجعها بحال الموس ومخبيها في جيبو، وكان ناوي انه يقتل المدير. ملي اكتشف السلاح اللي مخبيه شد ابراهيم هذا الحارس مسكين وذبحو في بلاصتو قدام باب المدير. وبطبيعه الحال جاو الحراس كاملين وبداو كيحاولوا يسيطروا عليه وبالسيف باش قدروا يشدوه مره اخرى. المدير قال والله هذا ما يبقى عندي دقيقه، وفعلا رحلوه لسجن اسفي وبقى مستقر تما حتى 2015، ومن سجن لسجن تقريبا 3 السجون حتى وصل لسجن مكناس في 2017. ابراهيم قال انا خاصني نهرب باي طريقه، وهضر مع شي واحد من صحابه باش يهرب ليه واحد القطعه من المنشار وسط الماكله، وفعلا دخلات ليه. وبقى ابراهيم مده طويله وهو كيقطع الحديد ديال واحد السرجم حتى قدر يدير واحد الفتحه صغيره. وواحد النهار في الصباح بكري تفاجئوا الناس ديال السجن بالغوات ديالو، غوات من شده الالم ماشي غوات عادي. جراو الحراس والمساجين اللي سمعوا الصوت الغرفه اللي كان فيها واكتشفوا انه كان باغي يهرب من داك الشباك، ولكن سبحان الله دخل راسو في الفتحه الصغيره وبقى معلق. كان باغي يخرج بالقوه ولكن راسو وحل، وبقى الليل كامل هكاك حتى عيا وما قدرش يتحمل مازال وبدا كيغوت. ملي وصلوا ليه الحراس لقاو ابراهيم واحد في السرجم ورامي حوايجو وفلوسو من السرجم، وكان ناوي ملي يهرب ياخد كل شيء من برا ويهرب، ولكن حيت راسو كبير بقى واحد. ملي شافوه في ديك الحاله داوه للسجن الانفرادي كعقوبه، وزيد عليها كانوا خايفين يحاول يهرب مره اخرى، خصوصا وهو عنده سوابق في الهرب. وبقى مده طويله في السجن الانفرادي، غرفه صغيره وبارده ومبنيه بالحجر، حتى بدا تقريبا كيفقد العقل ديالو. دازت مده طويله وملي بدا ابراهيم كيبان عليه الهدوء وما بقى كيدير مشاكل، كتبوا الحراس تقرير بانه ممكن يرجع للساحه الخارجيه يشوف الشمس ويتلاقى مع المساجين شويه. من بعد ما بقى في السجن الانفرادي اكثر من عامين، نهار علمو غادي يخرج فرح بزاف، ولكن غير خرج ماشي لعن الشيطان وقال نحاول نندمج ونعيش ما بقى من حياتي هاني. لا، ابراهيم ما كانش انسان طبيعي. شاف واحد الحجره في الحيط ديال السجن الانفرادي صلح تصاوب منها سلاح. شنو غادي يدير؟ بدا كيضرب فيها بيديه حتى تهرست، وصايب منها واحد القطعه بحال السكين حاده بزاف. وراكم عارفين كاينين شي حجاره كيوليو بحال الموس ملي كيتهرسوا. خباها
وملي خرجوه للساحة ما خلى حارس ولا ساجين ولا أي واحد، غادي وكيضرب فيهم، ها اللي طعنو ها اللي جرحو ها اللي فتح ليه راسو. الحراس بداو كيهربوا منه، عارفين اللي طاح في يد ابراهيم الله يرحمه. المدير ديال السجن امر باستخدام السلاح، وفعلا بداو كيتيريو فيه في يديه ورجليه باش يسيطروا عليه، ولكن كل ما كيضربوه كيزيد يجعر وكيولي اعنف، حتى سالوا الذاخره كامله عليه، وعيا وهو يطيح غارق في دماياته. داو للسبيطار باش يحاولوا ينقذوه، ولكن غير وصل مات. وهنا سالت قصة أعنف مجرم مر في السجون المغربية، إبراهيم الحساني، الملقب بأنزا، نسبة لمنطقة أنزا اللي تزاد فيها. مات إبراهيم الحساني، لكن موتو ما كانش مجرد نهاية لجسد مثقل بالجراح، كان نهاية لمعركة طويلة بين الإنسان والظلمة اللي كتسكن داخله. ما ماتش فقط بسبب الرصاص، بل مات نهار فقد القدرة على سماع صوته الداخلي، داك الصوت اللي كيقول للإنسان مازال ممكن ترجع، مازال ممكن تصلح، مازال ممكن تعيش بلا خوف. قصة إبراهيم ماشي حكاية وحش، بل مرآة كتوري لينا شحال الإنسان ممكن يكون هش، وشحال ساهل يضيع إلا ملقاش حضن أو كلمة أو فرصة تعلمو يواجه العالم بلا عنف. في الواقع العنف اللي كان فيه ما كانش اختيار، كان مجرد لغة تعلمها قبل الحروف، وكان أكبر خطأ في حياته أنه بقى أسير لهاد اللغة حتى للنهاية. وملي طاح الجسد ديالو وسط الساحة بقات أسئلة كثيرة معلقة في الهواء. واش ممكن يكون شخص آخر لو تعلم الحب قبل السكاكين؟ واش كان ممكن يعيش حياة مختلفة لو تلاقى في طريقه بشر يفهموا الألم ديالو قبل ما يحكموا على الشكل؟ إبراهيم مات، لكن الأسوار اللي دفناته ما زالت كتسائل المجتمع: شكون كيصنع الظلم؟ وشكون اللي كيحمل وزر الروح تاهت حتى ما بقات تميز ما بين النجاة والهلاك؟ وفي الصمت المستشفى منين بردات الجثة ديالو القدر طوى صفحة ثقيلة، صفحة راجل ما عرفش معنى الحرية حتى وهو كيحاول يهرب ليها كل يوم. وربما، فقط ربما، في النهاية نال السلام اللي عمره ما شافه وهو حي.